صوت جواك بينتقدك طول الوقت، انت مش كفاية، انت غلطان، بص الناس وصلت لفين وانت لسه مكانك. بس هل وقفت مرة وسألت نفسك الصوت ده اصلا بتاع مين؟ انا دكتور سلمى حامد، دكتوراه في علم الاعصاب ولايف كوتش. شغلي اني اساعدك تفهم نفسك وتصرفاتك وتاخد قراراتك بوعي مش بخوف. تخيل شخص بيعمل كل حاجة كويسة وفي صوت بيقوله كان ممكن تعمل احسن، بينجح والصوت يرجع يقوله ده حظ، انت مالكش دخل في اللي حصل. بيغلط غلطة صغيرة وبرضه الصوت يفضل يعيدها عليه لمدة أسبوع كامل. الشخص ده بيكلم نفسه بأسوأ عمره ما هيقبلها من أي حد تاني. ده ممكن يكون أنت أو حد قريب منك. الصوت ده اسمه العلمي inner critic أو الناقد الداخلي. وأول حاجة لازم تعرفها إنه مش صوتك الحقيقي، ده مجموعة أصوات اتجمعت من بره وأنت صغير. عالم النفس فرويد سماه سوبر إيجو، الجزء اللي بيخزن توقعات الأهل والمجتمع وبيتحول لقاضي جواك. طيب النيورو ساينس بيقول إن الصوت ده بيشتغل في الديفولت مود نتورك، دي الشبكة المسؤولة عن التفكير في النفس. يعني أول ما دماغك يفضى من أي مهمة بيرجع للصوت تاني أوتوماتيك. المفاجأة بقى إن الأبحاث بتقول إن الناقد القاسي ده مش بيخليك أحسن، بالعكس النقد الذاتي القاسي مرتبط بمعدلات أعلى من القلق والاكتئاب والعزلة. يعني الصوت اللي انت فاكره بيحفزك هو الحقيقة بيأذيك. وفي عاطفة واحدة بالذات بتغذي الصوت ده اسمها الشيم، والشيم هو الخجل من الذات. والحقيقة إن الريسيرش بيفرق بين حاجتين الناس بتخلط بينهم، الذنب والخجل. الذنب بيقول أنا عملت حاجة غلط، لكن الخجل بيقول أنا نفسي كلي على بعضي غلط. الذنب عن الفعل والخجل عن الذات، والناقد الداخلي بيشتغل بالظبط على الخجل. كل ما بينتقدك بتحس بخجل، وكل ما تحس بخجل تصدق الصوت أكتر. ودي عبارة عن حلقة مفرغة، الصوت بيغذي الخجل والخجل بيدي الصوت مصداقية، وكل ما الحلقة دارت كل ما بعدت نفسك عن الحقيقة. طيب هو الصوت ده أصلا جه منين؟ كل جملة قاسية بتقولها لنفسك دلوقتي غالبا سمعتها من حد وانت صغير. مدرس قالك انت مش هتنجح، أب قارنك بينك وبين أخوك، أو أم قالت بصي بنت خالتك عملت إيه وبقت فين، مجتمع قال الناس هتقول إيه، ودماغك وأنت طفل في مرحلة النيوروبلاستيسيتي العالية سجل الكلام ده على أساس إنه حقيقة مش رأي، وكبرت وبقيت أنت اللي بتقوله لنفسك. يعني الصوت اللي بينتقدك ده مش أنت، ده صدى الأصوات القديمة اللي اتزرعت فيك من قبل ما يبقى عندك القدرة إن أنت ترفضها. وهنا بقى الحاجة المهمة اللي بتصدم الناس، الانر كريتيك أو الناقد الداخلي ده مش عدوك. الأبحاث بتقول إن الصوت ده أصلا بيحاول يحميك، بس الأكشلي بطريقة غلط. فاكر إنه لو انتقدك هو الأول هيحميك من إن الناس تنتقدك بعدين، فلو بيخوفك من الفشل هيمنعك تجرب وتتجرح. هو زي حارس قديم لسه شايل عقل طفل مش واخد باله إنك خلاص كبرت وبقيت قادر تحمي نفسك. وعشان كده الحل مش إنك تحاربه، لأنك لما بتحارب جزء منك بيقاوم أكتر. الحل إنك تفهمه. الصوت ده بيجي على هيئة أشكال مختلفة، وريسيرشرز حددوا أنواع ليه. لما هقولك أنواعه يمكن تتعرف على الصوت بتاعك. أول حاجة البرفكشنست أو الشخص المثالي، لازم كل حاجة تبقى مظبوطة 100% وإلا هيتحكم عليك. تاني حاجة بقى وهو التاسك ماستر أو المسخر، اشتغل أكتر الراحة دي كسل. تالت نوع هو الاندرماينر أو المحبط، ما تجربش ما انت كده كده هتفشل وتتبهدل. رابع نوع بقى هو الجيلت تريبر، جالد الذات، بيفضل يفكرك بأخطائك القديمة علشان ما تكررهاش. كل واحد بشكل مختلف بس كلهم بيشتركوا في حاجة واحدة، فاكرين انهم بيحموك لكن في الحقيقة هم بيأذونا. الأخطر انك اتعودت على الصورة دي لدرجة انك بتفكره الحقيقة، بتسميه واقعية او انك بتحاسب نفسك، بس ده مش محاسبة، ده هجوم. عايز تعرف الفرق؟ اسأل نفسك الكلام اللي أنا بقوله لنفسي ده كنت هقوله لحد بحبه وهو في نفس الموقف؟ لو الإجابة لأ يبقى ده مش صوت الحقيقة، ده صوت النقد اللي جواك. بتخسر إيه وإنت عايش مع الصوت ده كتير؟ أولاً بيفوتك إنك تجرب حاجة جديدة من غير خوف لأنه بيقولك هتفشل. ثانياً بيفوت عليك إنك تفرح بنجاحك لأنه دايماً بيقلل منه. ثالثاً بقى بيفوت عليك إنك تكون نفسك لأنه طول الوقت أنت بتحاول تثبت لصوت مش هيقتنع أبداً. هفكرك الصوت اللي بينتقدك ده مش بيحميك، بيكرر لك جرح قديم وانت كبرت دلوقتي وبقى من حقك تختار صوت تاني. طيب تعمل ايه؟ أول حاجة لازم تسمي الصوت. أول ما يبدأ ينتقدك قول لنفسك هو ده الناقد الداخلي بتاعي بيتكلم مش أنا. مجرد إنك تفصل نفسك عنه بيضعف قوته، لأن البريفرونتال كورتكس جزء في المخ بتاعنا بيشتغل وبيوقف رد الفعل التلقائي. تاني حاجة كلم نفسك زي ما بتكلم صاحبك. في أبحاث اتعملت بتقول إنك لما تعامل نفسك بنفس اللطف أو اللي هو السلف كومباشن اللي بتعامل بيه الناس اللي بتحبهم، القلق والاكتئاب بيقلوا واحترامك لنفسك بيزيد. ده مش دلع، ده علاج. تالت حاجة بقى رد على الصوت. لما يقولك انت مش كفاية اسأله
جبت منين الكلام ده؟ ومين قالهولي أول مرة وأنا صغير؟ مجرد إنك تسأل الصوت بدل ما تصدقه بيبدأ يفقد سيطرته عليك. خليني أسيبك مع 3 أسئلة مش لازم تجاوب عليهم دلوقتي، بس خليهم يفضلوا معاك. إيه أكتر جملة بيقولها لك الصوت ده لما بيجي؟ ومين أول حد قالك الجملة دي؟ ولو حد بتحبه قالك إنه بيسمع نفس الصوت عن نفسه هتقوله إيه؟ الإجابات دي مش هتجيلك من بره، هتجيلك من جواك، وده بالظبط المكان اللي لازم ترجع له. لو الفيديو فادك بحاجة اعمل سبسكرايب وشير عشان يوصل لغيرك ويفيده. شكرا واشوفك next فيديو.